بما اني عملت فيديو عن الاسماء هنا في المانيا، وازاي الاسماء بتتكتب او بتتنطق هنا في المانيا. كنت حابه كمان اكمل حاجه مهمه جدا في موضوع الاسماء ده، وهي لو اضطريت انك تغير اسمك في المانيا. لو حد في موقفي ممكن يوصل للموضوع ده في موقفين. هتغير اسمك في حاله انك يبقى معاك باسبور الماني، وهتغير اسمك في حاله انك تتجوز. وبتكلم اكتر للبنات، يعني لو واحده اتجوزت هنا في المانيا وحابه تغير اسمها على اسم جوزها، لان ده المتعارف عليه. ودي حاجه برضو مش موجوده عندنا في مصر. انك تغير اسمك عشان اتجوزت فلان، دي ممكن بيتقال يعني فلان حرم معرفش ايه، فبياخد زي مبارك وسوزان مبارك يعني. بس ده يعني اكتر هي حاجه فيربال، حاجه بتتقال لكن مش written. مفيش حد بيروح يغير اسمه على اسم جوزه في مصر، ما بتحصلش. في ايطاليا نفس الكلام على فكره، محدش بيروح يغير اسمه عشان يتجوز فلان. اسمك بيفضل اسمك مهما عملت. ما